الحمد لله. هذه الزيارة المليونية اللي شارك بها أكثر من 6 مليون زائر في محافظة كربلاء المقدسة، تواجدوا أدوا الزيارة، تلقوا العناية من في العتبتين المقدستين. وتقديرنا وشكرنا العالي إلى سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة دام عزه المبارك، وسماحة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دام عزه المبارك، وكذلك إلى الأخوة في الأمانتين العامتين للعتبتين وكل الموجودين الموظفين والمتطوعين. أوجه شكري وتقديري العالي للدعم الكبير من السيد القائد العام للقوات المسلحة والأخوة في وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش، وتقديري العالي لحضور والمميز والدائم بشكل مستمر والداعم معالي وزير الداخلية المحترم. تواجد معنا في كل أيام الزيارة، وعقدنا أكثر من اجتماع أو سلسلة اجتماعات، وحضر كذلك ممثلون عن وزارة الدفاع. تقديري العالي لقيادة الحشد الشعبي الأبطال، هيئة الحشد الشعبي، قيادة الحشد الشعبي، قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، الألوية، الأفواج. من هذا المكان أوجه تقديري العالي وشكري وامتناني إلى الأبطال، الدوائر الخدمية في المحافظة، الدوائر التي كان على عاتقها وبعهدتها الخطة الخدمية بشكل مباشر، أدتها بشكل رائع، وكنا معاهم في الميدان. كذلك أنا وأخي السيد نائب رئيس مجلس المحافظة وأخواني أعضاء المجلس رؤساء اللجان كانوا كذلك كل حسب لجنته، وأنا أشكرهم شكرا جزيلا على تواصلهم وعلى ابتداء على مصادقتهم على خطتنا الأمنية وخطتنا الخدمية وتواجدهم معنا. تأكيد على الجهد الاستخباري كان تأكيد كبير لتقليل من مظاهر مسلحة في مركز المحافظة وفي المناطق اللي المؤدية للمحافظة. بقى الجهد العسكري بشكل حول المدينة. الحمد لله نجحت هذه الخطة نجاحا كبيرا بجهد الاستخباري بمشاركة جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني ولجنة الاستخبارات والمكافحة الإرهاب وكذلك الأجهزة الاستخبارية. هذا الملف قد حوى أرقام ضخمة. ملف المقر المسيطر في محافظة كربلاء المقدسة لما قامت به الدوائر الخدمية والأمنية في محافظة كربلاء من عمل جبار كبير على مستوى الخدمات وعلى مستوى النقل وعلى مستوى الصحة. مدينة يصلها 80 مليون زائر في السنة، أكيد تحتاج إلى منظومة عمل ضخمة، تحتاج إلى منظومة أمنية ضخمة، تحتاج إلى منظومة خدمية ضخمة. إحنا باستمرار الحمد لله الله وفقنا، نجحنا بأن نقدم خطوات كبيرة، ولكن ما نحتاجه في المستقبل أكيد احتياج كبير، وهذا مضمن ضمن خطة كربلاء ال 25 30 30 50. واضح الطريق أمامنا، ايش نحتاج بعد 5 سنوات، نحتاج بعد 10 سنوات، وهكذا. طبعا نحتاج من هذه المشاريع، بالرغم من انه الان الحمد لله طبعا يعني هذه المشاريع انجزت، واكيد طبعا راح نحتاج بالمستقبل كيف نستطيع ان نكيف التخصيصات الماليه التشغيليه في ظل ظروف صعبه بالتشغيليه كما قد يكون يعني في هذا العام، ولكن اكيد بالاعوام المقبله راح ان شاء الله نعالج هذا الموضوع.